السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وفيديو جديد. يا رب تكونوا بخير. دعوة حلوة ليا من قلبكم بقى علشان محتاجاها في الفترة دي جدا. لو اول مرة تشوفيني انا دودي، اعملي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد مني. في الفيديو ده هنعمل وصفة تانية للبيتزا مختلفة تماما عن الفيديو الاولاني اللي انا نزلته برضو على القناة. هنعملها قلتولي عايزين وصفة للبيتزا اقتصادية، فجبتلكوا وصفة اقتصادية هيطلع لكم العجينة جوسي جدا وتحفة زي ما بنجيبها من المحلات بالظبط. وندخل بقى على مكونات الفيديو بتاعي النهارده. جبت البولة وحطيت فيها 1.5 كوباية من الدقيق، وهحط عليه معلقة من الخميرة، وما تزوديش الخميرة علشان لو زودت الخميرة هتعمل زي البيكنج باودر وهتنفخ معاكي العجينة. حطيت 1.5 كوباية من الدقيق، معلقة خميرة، معلقتين لبن بودر هتديكي طراوة للعجينة بتاعتك، و3 معالق زيت هحطهم معلقتين ومعلقة وانا بلم العجين او وانا بعجن، وكوباية زبادي ومعلقة كبيرة خل ومعلقتين سكر ونص معلقة صغيرة ملح. عايزة تزودي مثلا حاجة لنكهة العجينة هتحطي بصل بودر، توم بودر، هتحطي اي منكهات انتي بتحبيها او زعتر. وحطيت 3 معالق لبن اللي هو الحليب العادي خالص، وهقلب كل المكونات دي مع بعض وهعجنها كويس قوي لمدة ربع ساعة علشان الدقيق بتاعي يطلع العرق بتاعه ويديكي احسن نتيجة للعجين. عايزة اقول لكم سر برضو من اسرار البيتزا، ان انتي التسوية بتاعتها سر من اسرارها التسوية. البيتزا بتدخل على الفرن سخن جدا جدا، اعلى درجة حرارة عندك مش بتكمل 5 دقايق يا جماعة. الناس اللي بتقول بحطها ربع ساعة وبحطها نص ساعة مش هتكمل معاكي 5 دقايق لو الفرن بتاعك سخن جدا. ولو عندك حاجة تغطي صينية البيتزا من جوه هي جوه الفرن، حطي غطيها. عايزه اقولك على ضمانتي احسن تسوية للبيتزا. عجنت هنا المكونات بتاعتي بالمية، غير الفيديو الاولاني كنت بعجنها بالحليب وقلتولي ان يعني الوصفة مكلفة شوية، فدي اعتقد ان هي ابسط وصفة للبيتزا، وعايزة اقول لكم ان نتيجتها مضمونة 100%، وعلى ضمانتي اعمليها ان شاء الله بالطريقة دي هتطلع معاكي ناجحة جدا. العجينة هنا مختلفة عن العجينة الاولى. العجينة هنا هتبقى فيها شوية تلزيق او سن التلزيق شوية، فلما تلاقيها ملزقة كده معاكي ما تحاوليش تضيفي اي دقيق ولا تضيفي زيت علشان هتبوظي الوصفة، فاعمليها بنفس المقادير. انتي طبعا لو عايزة تعملي تطلعي كمية من البيتزا، لان المقادير دي هتعملك 2 بيتزا صغيرة ماشي، او واحدة بس وسط وواحدة ميني اللي هي صغيرة خالص. بعد ما سبت العجينة بتاعتي اختمرت لمدة ساعة، جيت بقى قسمتها وعملتها كده، فردتها في الصينية علشان ابتدي اسويها. هنا مش بفردها على الكاونتر بدقيق ولا بالنشابة، انا بفردها بايدي علشان اوريكي بساطة الموضوع. الناس كتير مستصعبة البيتزا، بس يا جماعة بصراحة هي من الحاجات السهلة جدا وما فيهاش اي افتكاسة خالص. فردتها بالشكل العادي كده. بصوا، لو عايزه تاخدي حجم العجينه بالجرامات وهتوزنيها، عايزه اقولك ان الصينيه الوسط بتاخد العجينه بتبقى من 250 جرام ل 300 جرام، لكن لو هتاخديها بالنظر كده انت بتفرديها بتخليها سمك البيتزا نفسها 2 سنتي وسمك الطرف بتاع البيتزا 3 سنتي، وما تزوديهاش عن كده علشان لسه هتنفش معاكي جوه الفرن. حطيت بقى الصلصة بتاعتي وحطيت الحشو بقى لك مطلق الحرية فيه، حطي اي حاجة متاحة معاكي. انا حطيت بصل وطماطم بس، ما حطيتش اي حاجة تاني، والجبنة بقى في الاخر. لو انت خايفة الجبنة تتحرق معاكي، دخلي العجينة بالصلصة بالخضار في الاول، وبعد الصلصة ما تنشف معاكي ضيفي بقى الجبنة وبعدين دخليها الفرن تاني. لو عايزة تفتحي شوية افتحيها، بس حاولي ان انت ما تحرقيش الجبنة قوي. انا في الوصفة هنا استخدمت جبنة باندا، عايزة اقول لكم ان هي تحفة جدا، واللي هي 2 كيلو يا جماعة، بلاش العبوات الصغيرة. 2 كيلو
بتقعد معاكي فترة، والمطة بتاعتها احسن وجودتها احسن خالص من الاكياس الصغننة جدا. وده كان شكل البيتزا بعد ما استوت معايا. قعدت في الفرن 5 دقايق، طلعتها غطيتها 5 دقايق كمان علشان الجبنة تمط معاكي. عايزه اقول لكم الوصفه ناجحه جدا بنسبه 100% ان شاء الله. جربيها واكتبي لي في الكومنت ان انت جربتيها والنتيجه ونجحت معاكي بنسبه كام في المية. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك في القناه واكتبي لي كومنت حلو كده ودعوه حلوه من قلبكم، علشان محتاجه الدعوه الفتره دي جدا. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا وتسويتها فوق الممتازه، جوسي قوي للناس اللي بتحب البيتزا جوسي. اشوفكم بقى في فيديو جديد على خير ان شاء الله، واعملوا لايك للفيديو وساعدوني ان هو يتشاف. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامة.